بودكاست جديد وخطوة جديدة في تغيير نفسنا وحياتنا. أهلا بكم في بودكاست مع ريمو. حلقة النهاردة هنتكلم عن إن انتي ازاي ما تخليش أي حاجة تقف في طريقك، ويكون دايما عندك أمل وحسن ظن بالله. فهاتي كده القهوة بتاعتك وركزي معايا كده واستمتعي بشروق الشمس ده، كده منظر شروق الشمس كده، واسمعي كل الكلام اللي في الحلقة دي، عشان بجد حلقة هتفرق معاكي جدا وهتكوني محتاجة تسمعي كل الكلام اللي فيها. يمكن تكوني بتمري بفترة صعبة، يمكن حاسة ان الدنيا قافلة في وشك وان مفيش حاجة ماشية زي ما انتي عاوزة، بس خليني اقولك حاجة مهمة جدا، ان نظرتك للأمور بالطريقة دي، انك شايفة الدنيا بقى سودة وكل حاجة متقفلة وكده، مش هتغير من حياتك. يعني النظرة دي وان انتي تتعاملي بالطريقة دي مع حياتك ومع امورك مش هتغير من حياتك حاجة ونفسك في حاجة، ولا هتغير من نفسك في حاجة، بل بالعكس لو في حاجة هتتغير فهيبقى هتتغير من أسوأ لأسوأ، أو على الأقل خالص نظرتك دي هتخليكي واقفة مكانك، مش هتخليكي تاخدي خطوة. ففي الحالتين احنا ولا عايزين ده ولا عايزين ده يحصل. فخلينا نتكلم مع بعض عن أهمية الأمل وعن 4 فوائد أساسية لو فهمتيهم بجد مش هتخلي أي حاجة توقفك. أول حاجة، إن الأمل بيخليكي لما يكون عندك أمل ده بيخليكي تشوفي الصورة الكبيرة، الصورة اللي انتي فيما بعد عايزة تكوني فيها، مش الصورة الحالية اللي انتي فيها أو الظروف اللي انتي فيها دلوقتي أو أيا كان وضعك ايه دلوقتي. لأ، الأمل بيخليكي شايفة اللي بعد كده، لأن الأمل ده بيكون يعني هو مش شعور بس كده حلو نحس بيه، لأ، الأمل ده رؤية مستقبلية محتاجة خطوات ليها، خطوة ورا خطوة. فده بيخليكي تتخطي التفكير اللي هو الضيق أو الأسود اللي في دماغك اللي بيجي مع القلق والخوف وكده. فبيخليكي تتخطي التفكير ده، بيديكي كده سعة في التفكير في دماغك بتشوفي بيها اللي جاي بعد كده ايه. فمش بيخليكي تبصي تحت رجليكي او اللحظة اللي انتي فيها بس، لا، بيخليكي تشوفي ان حياتك اكبر من يوم صعب او موقف مؤلم مريتي بيه او ظروف صعبة مريتي بيها. لا، بيخليكي تشوفي ان حياتك اكبر من كده بكتير، وان لسه فيها حاجات محتاجة تعمليها. فالامل بيخليكي تشوفي مستقبلك كفرصة حلوة، حاجة حلوة مش حاجة غامضة تخوفك او قلقانة من ناحيتها. لا، بيديكي نظرة حلوة للأمور، بيخليكي تشوفي الخير في اللي جاي بس إذا انتي بدأتي وسعيتي. أعرف واحدة في الثانوية العامة شالت مواد يعني في الثانوية العامة، ودخلت دور تاني وكده، وبعدين دخلت كلية، كانت في الكلية برضو بتعيد كل سنة، إن هي ما كانتش حابة الكلية خالص، وهي بصراحة كانت كلية صعبة. فالحد في مرة يعني في الكلية برضو يعني نفس الموضوع برضو، لحد في مرة سمعت محاضرة كده يعني أثرت فيها وقالت لأ، يعني أنا مش هفضل كده يعني في نفسي في الثانوية عامة أعيد وفي الكلية أعيد وكده، مستقبلي يعني خلاص، يعني على الريتم اللي أنا ماشية عليه ده أنا كده مستقبلي مش لطيف خالص يعني ومش هيكون حلو. فقعدت مع نفسها كده وقالت ايه، لأ أنا لازم أتغير، وشافت يعني هي حابة ايه وعاوزة توصل لفين، وايه المجال اللي هي عايزة يعني شايفة نفسها تنجح فيه وكده. فأخدت كورسات في المجال اللي هي لقت نفسها فيه، واجتهدت جامد في المجال الجديد بتاعها ده، ودلوقتي ما شاء الله عليها تبارك الله، يعني شغل جوه مصر وبره مصر، وأكتر من 1000 طالب أخدوا عندها كورسات إن هما إزاي يتفوقوا في المجال ده، وتحتيها دلوقتي تيم كبير ما شاء الله بيشتغل معاها وكده. الهدف من القصة دي يعني شوفوا هي كانت فين وبقت فين، بس هي ما استسلمتش وحبت تغير من نفسها، وفي نفس الوقت يعني ايه حطت صورة لنفسها
وكان عندها أمل إن هي إن شاء الله هتوصل للصورة دي. ما أنا ممكن أحط الصورة لنفسي بس أنا محبطة يعني، لأ وأنا ينفع وأنا فعلًا هاوصل للمكان ده أو الصورة دي؟ فطبعًا الإحباط يعني مش الفكرة مش إن إحنا بس نحط صورة لنفسنا، لأ إحنا صورة ونسعى ليها، لكن الإحباط ده هيخلّينا واقفين زي ما إحنا. فباختصار يا بنات إن الأمل يعني عدم استسلام. فقولوا لي بقى إيه الحاجة اللي أنتم كنتم عايزينها أو عايزينها بقى لكم سنين ولسه عندك أمل فيها، أو إيه الصورة اللي أنتِ محتاجة ترجعي تشوفيها تاني، تشوفي نفسِك فيها تاني وعايزة تبدئي بقى تاخدي خطوات ليها. اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هاتابع معاكم. ليه الأمل بيخلي عندنا قوة نفسية؟ عشان هو بيخلينا نشحن الطاقة بتاعتنا من جديد. يعني لو حد محبط وفاقد الأمل وواحد تاني عنده أمل فعايزين يحققوا حاجة معينة، مين فيهم هيكون عنده طاقة أو سعي إن هو يحقق الحاجة دي؟ طبعا أكيد اللي عنده أمل. فلما يكون جواكي أمل فوقتها انتي بتتحملي أي ضغط تتحطي فيه، انك عايزة حاطة قدام عينك الصورة اللي انت عايزة توصلي لها وكمان عارفة ان شاء الله بإذن الله هتوصلي لها، فبتتحملي الضغط، بتواجهي التحديات بصورة أنضج، بيخليكي تدوري على حلول بدل ما تستسلمي. لأن في دراسات أصلا بتقول إن الناس اللي عندها أمل بيكون عندهم قدرة أعلى على الصمود وبيتعافوا بسرعة جدا من الصدمات يعني بيتعافوا من الصدمات أسرع بكتير من الناس اللي هم فاقدين الأمل. الأمل بيخليكي تتحركي وتاخدي خطوة ورا خطوة، لأن الأمل الحقيقي فعلا مش مجرد تمني، الأمل الحقيقي بيخليكي تتحركي وتسعي وتبدأي. فلما بيكون جواكي أمل بتاخدي خطوة، بتتعلمي، بتجربي، بتغلطي برضو بس بترجعي تاني تكملي، وبتقفي تاني بعد كل مرة بتقعي فيها. وناس كتير في حياتنا بدأت من الصفر وما كانش عندهم بس غير الأمل، يعني رأس مالهم كان عبارة عن الأمل بس، وده جه في صورة خطوات صغيرة. يعني بدأوا خطوة بخطوة بخطوة، مش نطوا مرة واحدة لحد ما وصلوا للي هما عايزينه في الآخر. كان ايه البداية وايه المحرك ليهم أساسا من الأول؟ هو الأمل بس. فقوليلي ايه الخطوة الصغيرة اللي تقدري تعمليها النهاردة، أو ايه المشوار عامة اللي هتبدأي فيه، بس لو انتي عندك شوية شجاعة زيادة. بس يعني ممكن يكون عندك أمل أو عارفة خطواتك بس ما عندكيش الشجاعة ان انتي تبدأي. فقوليلي ايه المشوار اللي عايز تبدأي فيه لو عندك شجاعة. خدي وقتك وفكري وبعدين اكتبيلي في الكومنتات عشان أو يعني اكتبي لنفسك عامة، لأن بجد يا جماعة الكتابة دي سحر. بجد في مرة هعمل حلقة عنها، عن قد ايه هي فعلا بتفرق معانا وبتفرق في حياتك وبتخليكي تغيري في نفسك حاجات كتير من غير ما تاخدي بالك. ليه الأمل بيغير شخصيتنا وحياتنا؟ عشان الأمل بيغير فينا حاجات كتير. يعني أول حاجة وأهم حاجة إن هو تحسه كده بيدينا عيون كده نشوف بيها الخير اللي جاي، يعني زي ما قلت لكم قبل كده رؤية مستقبلية حلوة. تاني حاجة بيعلمنا الصبر، إن خلينا دايما يعني ايه بنمشي ورا أهدافنا حتى لو وقعنا نكمل تاني على الأمل اللي احنا حاطينه قدام عينينا. بيديكي قلب أقوى، بيخليكي تقوي يعني. كل ده بيخلي شخصيتك أحسن وأقرب لنفسك اللي نفسك توصلي ليها. فلما تتمسكي بالأمل قراراتك بتكون أوضح. تاني حاجة بتقدري تتحكمي في خوفك أو قلقك أو توترك، لأن ببساطة الأمل بيخليكي أنضج وأوعى وعندك استمرارية، وما بتخلي يعني مش بيخلي أي حاجة مهما قابلتك توقفك، بتتخطيها وتكملي. والاستمرارية دي طبعا دي أهم حاجة في حياتنا، في كل حاجة في كل جوانب حياتنا. الاستمرارية أهم
منك توصلي، منك انك تقومي تعملي حاجة كبيرة دلوقتي وبعد كده تقعدي، لأ، تبدأي خطوة صغيرة ورا خطوة صغيرة، تستمري، أهم من كل ده. بس كده، وقبل ما أخلص بقى، عايزاكي تعرفي إن الأمل ده أسلوب حياة، عبارة عن إنك تبدأي وتاخدي خطوة ورا خطوة، ولما تقرري إنك مش هتخلي أي حاجة تقف في طريقك، وقتها بجد هتكتشفي إنك أقوى من أي حاجة واجهتك قبل كده. تاني حاجة وأهم حاجة بقى، يعني معرفش دي كام الحاجة الكام، بس دي أهم حاجة. يعني لما بيكون عندنا أمل بتخليها فينا إن هو بيقوي إيماننا، لأنه ببساطة لما بيكون عندنا أمل فده معناه حسن ظن بالله، وطبعا دي أهم حاجة في كل حاجة يعني. فعايزة أقولك كمان برضو، خلي دايما في دماغك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأي واستمري وخدي خطوة ورا خطوة، وفي الآخر بإذن الله هتوصلي. فلو عجبتك الحلقة دي شاركيها مع حد يهمك أمره ومحتاج يسمع الكلام ده، وخليكي دايما حنينة على نفسك، رفيقة بيها، وشوفي دايما نفسك إنك قادرة على كل حاجة أو أي حاجة عايزة تعمليها، وإنك أقوى من أي حاجة ممكن تقابلك، بس بالصبر والأمل إنك تبدأي وتاخدي خطوة وتستمري، هتوصلي في الآخر لأي حاجة انتي عاوزاها.